حاجات خطيره بتعملها على موبايلك بتدمرك لازم تبطل تعملها. اول حاجه من الحاجات دي هي انك تستخدم الواتساب جولد بدل ما تستخدم الواتساب الاصلي. صدقني الموضوع ده خطير جدا، انت ممكن ما تكونش مدرك خطورته، لان انا مثلا بشوف نسخ واتساب ما اعرفش النسخه الاسلاميه، النسخه العربيه، نسخه القاهره، نسخه الجيزه. احنا اصلا طبيعي بنخاف من شركه واتساب الاصليه ومش بنامنها على المعلومات بتاعتنا، بالك بقى انت او انت بتامن واحد انت ما تعرفوش هو اللي عامل النسخه دي على الشتات بتاعتك، على صورك، على الستوريز بتاعت اصحابك، على الستوريز بتاعتك، على الصور بتاعتك وبينك وبين صحابك، على الصور بتاعتك بينك وبين صحابك. غير اصلا انك بتكون مدي اكسس على كل البيانات اللي على موبايلك، والصور، الفيديوهات، الفويسات، كل الكلام ده بيكون ظاهر عنده، يقدر يشوفه كأن الموبايل بتاعك هو راكبه بالظبط. هو عادي جدا ممكن يجمع الداتا بتاعتك دي، يستغلك بيهم، يطلب منك فلوس ايا كان. ممكن تلاقي حد قريب منك اصلا، حد من مصر، حد من محافظه قريبه، حد من نفس المحافظه بتاعتك. فحاول دايما انت، يعني احنا بقول لك احنا مش واثقين في شركه واتساب نفسها، بس على الاقل هي